الليلة بعلمكم بقصة أبو غريب الشلوي الحارثي، أغرب مجنون في مستشفى شهار. قصة عجيبة غريبة، اسمعوها وارسلوها لكل واحد عنده هم ولا ضيق ولا يخاف من الحياة، لأن فرج الله قريب. أبو غريب الشلوي الحارثي هذا رجال عنده انفصام في الشخصية في التسعينات الهجرية، وكان منوم في مستشفى شهار تعبان. الرجال ما باين عليه جنون، يعني مدرك لكن ما تاخذ منه لا حق ولا باطل، عنده انفصام في الشخصية. وكان يتنوم من السبت للربوع، ويطلعونه الخميس والجمعة ويجي، لأنه إنسان ما ياذي أحد، لكن يجي للعلاج ويتنوم 5 أيام ويومين يطلع يتفسح ويرجع، يوم السبت يرجع. استمر أبو غريب الشلوي الحارثي في هذا المستشفى، مستشفى شهار في الطائف، مستشفى الصحة النفسية. يوم من الأيام في الإجازة اللي يطلع فيها، ذكر له صاحب في الباحة في السجون، مسجون في الباحة، وهو يقوم بعد الفجر ويلبس ملابسه أبو غريب ويروح الموقف ويركب مع سيارة يوديها الباحة يوم الجمعة. يوم جاء الصبح بدري، يمكن الساعة 7-8 تقريبا، عند باب السجن بيدخل يزاور صديقه، إلا وهذه الحرمة اللي واقفة على الباب وتبكي وتصيح وتبكي وتصيح، وشدت انتباهه. قال لها أبو غريب: وش بك يا خالة؟ سلامات، ليش تبكين؟ ليش تصيحين؟ قالت: يا ولدي فارقني، روح عني، أنا في همي وعلي هم مثل الجبال هذه اللي تشوفها، جبال الباحة، كأنها على قلبي من الهم. قال: وش فيه يا خالة؟ قالت: فيه إن ولدي اليوم بينقص، ذابح له واحد، واليوم موعد تنفيذ القصاص، ولا عاد بشوفه إلا اليوم، أبغى أزرق عليه دحينه أشوفه وخلاص بودعه، والله ما أنساه لنموت، ولدي بينقص قدامي. قال: ولدك عليه دي رقبة؟ قالت: عليه رقبة وبينقص للحين اليوم موعد القصاص. قال: والله ما ينقصون حي. قالت: يا ولدي روح 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 في حالك. قال: أقول لك والله ما ينقص، والحارثي يشم الهواء، بس أنت روحي سلمي عليه وطمنيه، بس والله ما ينقص وأنا أشم الهواء. قالت: يا ولدي أنت صادق؟ أنت من جدك؟ أنت بوعيك؟ قال: نعم أنا بوعي، والله ما ينقص وراسي يشم الهواء. الرجال يعني تشوفه تحس إنه طيب، لكن مسكين عنده انفصام في الشخصية وتصرفاته مرة صح ومرة خطأ، مجنون منوم في مستشفى شهار. قالت: يا ولدي أنت متوكد؟ ترى الموضوع صعب، دخلوا فيه شيوخ ودخلوا فيه مرة ودخلوا فيه ناس وشخصيات ولا نحل، أنت بتحل الموضوع؟ قال: عندي. ومشى عنها، ترك صاحبه ما زاره، والحرمة بين مصدق ومكذب، وتعرفون الغريق يتمسك له في قشة. رجع أبو غريب، رجع سوق الباحة، اللي وهاك المكتبة شغالة، ويدخلها وياخذ له شنطة دبلوماسية، ويروح سوق البشوت وياخذ له بشت. ويوم جاء بعد الظهر موعد تنفيذ القصاص، ويتجمعون الناس في برحة القصاص ينتظرون السجين اللي يجي عشان يتنفذ فيه حد الله. ويوم جابوا الرجال وبركوه، وابو غريب جاي، والرجال شكله زين لانه في المستشفى ما يطلع، وابيض مليح، وجاء من وسط الصفوف بالبشت والشنطة معه. وخروا له الناس، شافوها العسكر انبسطوا العسكر، وخروا له يعني انسان، يعني هذا عتق رقبه، وقالوا هذا تاجر. وكانوا التجار يجون في برحة القصاص بشناطهم، يعني اهل الخير والرجال يمشي 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 لين جاء عند الضابط. قال الرجال: هذا اللي اليوم عليه قصاص، وين أخصامي؟ قال: ليش؟ قال: أبعطيهم اللي يبونه بس يتنازلون عن الرجال. قال: الله يجزاك بالخير، شوف هذلاك أخصام. وهو يمشي، هو الضابط يمشي 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 لين جوا عند أخصام الرجال ينتظرون الحد في قاتل أبوهم. قال: يا عيالي الحي أبقى من الميت، والرجال هذا بيقصون رقبته ذا الحين وبيدفنونه في القبر، وانتم لا انتم مستفيدين من ذبحه ولا هو معود عليكم ابوكم حي اذا ذبحتوا هذا المسكين اللي مغرم تصيح وتبكي عليه. خذوا لكم المبلغ اللي تسمونه، ابنوا له مسجد وابنوا لكم عماير وعيشوا الحياة. كلام حلو وموزون دخل في عقول العيال، وسبحان الله ساعة مبروكة. قالوا: والله احنا، قال: قولوا المبلغ اللي تبغوه. قال: تقدر على الدية؟ واحد من العيال قال: وش تبغون؟ قال: نبغى 3 مليون. 3 مليون في التسعينات الهجرية عن
40 مليون 50 مليون هاك الايام، ما في مليون اصلا. قالوا تم مرة في الشنطة. قالوا تدري اعتقناه لوجه الله، يعتقونه لوجه الله ويصيحون الناس وترج برحة القصاص بالتكبيرات، الله أكبر الله أكبر. تعرفون رقبة مسلم انعتقت في يوم فضيل واعتقها هذا الرجال، ويسلمون عليه العسكر والناس جزاك الله خير جزاك الله خير، ويتجمعون عليه ويقومون العسكر وياخذونه يطلعونه. الرجال معه فلوس في الشنطة وخايفين عليه، وياخذونه ويودونه. المحكمة في فرع شغال ما يقفل عشان مثل الأمور هذه، حتى يوم الجمعة شغال مناوب. وياخذونه عند الشيخ ويعلمونه. قالوا يا الشيخ قضية السجين الفلاني انحلت اليوم، الرجال هذا اعتق رقبة السجين من تحت السيف، وتكفل بالدية وتنازلوها للميت، نبغى نوثق التنازل ويسلم المبلغ والحمد لله. مبسوطين العسكر والناس. قال الله يجزاك بالخير، ويجيب له القهوة والعود وانبسط. يوم خلصوا قال الشيخ، وعاد عليه حراسة مشددة عشان المبلغ في الشنطة. قال الشيخ أنت تبغى طال عمرك الفلوس معك كاش ولا شيك؟ قال ها؟ قال الفلوس اللي بتسلمها ذا الحين عشان نكتب التنازل ونوثق الدية كاش ولا شيك؟ قال والله لا كاش ولا شيك، والله ما معي إلا 50 ريال إن شاء الله بس توديني الطائف. قال كيف؟ قال ما في لا كاش ولا شيك، معي 50 ريال أبركب بها من الموقف توديني الطائف. قال أنت مجنون، فك الشنطة. ينفك الشنطة، الأوراق حقت المصنع جديدة ما قرشها. أنت مجنون، أنت صاحي. موضوع ما هو سهل، هذا موضوع حد وموعد رده الرجال هذا مجنون. قال والله ما معي. أنت وين شغال؟ قال شغال في مستشفى شهار. قال وش وظيفتك؟ قال مجنون من أول في المستشفى. يا ولد أنت صادق؟ ودوه السجن. ويوم ودوه السجن ويحققون معه. أنت قال اسجنوني أنا مسجون في الطائف ولا هنا كلها. أنت صادق مجنون ولا؟ قال والله أنا منوه من مستشفى شهار تعبان. ويراسلون مستشفى شهار. أيوة دقوا على وزير الداخلية، الظاهر أنه الأمير نايف الله يرحمه هاك الأيام. قالوا طال عمرك حصل كذا كذا، كارثة كبيرة. قال اسألوا مستشفى شهار، خاطبوهم واستفسروا عن الرجال هذا وعلموني. دقوا على مستشفى شهار، يا ولد عندكم مريض اسمه كذا كذا. أبو غريب، وجاب أبو غريب عندكم؟ إيه والله مجنون عندنا منوم، بس طلع إجازة عنده يومين لأنه ما ياذي، نطلعه يتفسح. وجاب عندكم؟ قال والله هو مجنون. قالوا ما جنون خالص. قالوا أرسلوا التقارير، كلموا من الباحة على الأمير وقالوا والله الرجال تعبان وتقاريره موجودة. قال الأمير دام العفو صدر والرجال عود من براحة القصاص، والرجال هذا مجنون لكن كتب الله على يديه العفو سبحان الله. سددوا الدية من بيت مال المسلمين 3 مليون للمقتول، وابو غريب رجعوها شهار وخذوا على المستشفى تعهد ما عاد يطلع. قالوا طيب سبحان الله. حتى وقتها جاء حتى في شاعر من شعارهم يقرب لابو غريب يقول يا عوض علم المجنون والصاحي ان مجنون انا يسوى 100 عاقل. قصيدة. المهم امس ابو غريب مبسوط، لا له ولا عليه ابو غريب ولا يدري وش سوى. اعتق رقبه وفرج هم المسكينه ورجع الولد لحضن امه، الله ارسله بالفرج. وجاءت سياره من مستشفى شهار في الطائف خاصه بالمستشفى للباحه، واخذت ابو غريب ورجعته المستشفى بعد ما اخذوا عليهم التعهد ان ابو غريب ما عاد يطلع من المستشفى. وقعد في المستشفى بقيه عمره لين توفى ابو غريب الله يرحمه ويغفر له. وادعوا له دعواتكم له والله يعوضه بالجنه عن ما صابه في الحياه. فهذه سبحان الله القصة فيها عبر وفوائد وحكم. إذا أنت تحس أن الناس تخلوا عنك ولا عاد فيه فرج، يجيك الفرج لو من مجنون، لو من أبو غريب الشلوي الحارثي. وسلامتكم.